الجولة التاسعة في دوري زين السعودي كانت هي جولة التحكيم وأخطائه، وتحديدا لقاء النصر والشباب، والتي أخذت نصيب الأسد من القيل والقال. حكم اللقاء عبد الرحمن العمري يتحدث. ممكن بعد الجولة الأخيرة أو المباراة الأخيرة بعد النصر والشباب كان الحديث في الإعلام عنك بمستوى كبير. المباراة حتى يعني كانت هي الأكثر جدلا في الجولة. الحمد لله. المباراة بالنسبة لي أنا قلت لك أنا قدتها وطلعت وأنا راضي تماما. كل القرارات الحمد لله اتخذتها سليمة جدا جدا. إذا كان في قرار كان في شك هو يبقى قرار وحيد، وهذا على مستوى العالم أفضل الحكام أقر لهم أخطاء، وتبقى الأخطاء في الخطأ المؤثر وغير مؤثر. والحمد لله إذا كان بقى على خطأ زي ركلة الجزاء، أنا سبق زي ما قلت الأخوان في بعض القنوات من موقفي، وزي ما قال الأستاذ عمر والأستاذ خليل كل أي حكم في نفس الموقف اللي اتخذته ما راح اتخذ غير قرار اتخذته نفس الزاوية في نفس المكان ونفس الزاوية اتخذتها. حتى اللقطتين وده للأسف إن الآن يعني أي واحد بيشوف بعد 4-5 مرات ومن كاميرا مختلفة غير اللي شفت أنا فيها، لو لعلمك الكاميرا الثانية ما هي موجودة نفس راح يدون عن انها ركله جزاء، وكانوا حاضرين والحمد لله كان رئيس اللجنه حاضر في نفس الملعب قال من الملعب احنا شايفينها ركله جزاء. كنت انت ماخذ المكان الصحيح؟ انا نفس الهجمه من المكان الصحيح، ما في لان الهجمه جايه من ركن 18 الثاني وانا انعكست وانشاتت على طول في نفس المكان كان سليم. من خلال الحديث قبل شوي كابتن عبد الرحمن يعني حتى على مستوى الطرد يعني كنت انت استعجلت كثيرا في كرت الاصفر، ولكن بالتاكيد ان الحديث كان لا الحمد لله ما استعجلت، بالعكس انا اشرت له وبعدين الله يصلحه هو يعني استعجل في سلوك غير رياضي بالاعتراف فاخذ الانذار الثاني. الحديث اللي صار في الاعلام عنك انت وش يعني؟ انا تماما الحمد لله. انا اللي هو حدث نفسي لو الكلام صحيح ما عندي مشكله، لكن كل واحد يأول على كيفه يعني بالزاويه اللي يشوفها. للاسف وفي ناس قالت وناس سووا وانت حضرت الاجتماع وشفت في ناس قالت في لاعب اعطاه في لاعب سواه. مستحيل هذا مستحيل تماما وحرام والله. واحد رياضي لعلمك انا اقول لك على حاجه، الكلام هذا اللي تقوله يعني سواء من الاعلاميين لما بيخدم الرياضه ولا بيخدم الرياضيين ولا بيخدم التحكيم ليه؟ وللاسف يعني دخلت في الذمه ودخلت في ذا، لكن الله فيه. السؤال الاخير اللي دار الحديث اللي دار بينك وبين الاستاذ خالد البطان ايش كان؟ لا الاستاذ خالد بالعكس ما دار بيني وبين حديث طويل ابدا، هو طلب مني اني كنت هادي وقلنا انا وطلب من الحكام كلهم ان يكونوا هادين، قلت احنا هادين لكن هدي لعيبتك، قال هذا حيصير وانا هديهم بين الشوطين، هذا كل اللي دار للامانه يعني. تنتظر مباراة النصر والشباب راح تكون موجود فيها لو كنت جت مباراة؟ تماما إذا كان جات مباراة النصر والشباب والله يقودها وأنا مبسوط لأن ما عندي شيء الحمد لله. يعني لا يتأول الموضوع ذا أن الحكم يكون عدو، بالعكس هم زملاء وأخوان، بالعكس ما في شيء.